ايه رأيك بقى في الغوايش القمر اللي انت شايفاهم قدامك دول 3 غوايش دهب عيار 21. بتمنى من كل قلبي كل ست الوقت بتتفرج عليا يبقى عندها 3 غوايش حلوين زي كده، وكمان يبقى عندها انسيال قمر زي كده. ايه رأيك في الانسيال الدهب بتاعي؟ ده عيار دهب برضو عيار 21 اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هم دول كل ما املكه في الحياه من ذهب، يعني هم دول بس اللي عندي، الذهب اللي عندي يعني ما عنديش تاني. وحته حلق صغير كده في ودني اللي هو اللي بيبقى حمصايه ده، ده معايا، عايزه اقول لك من ايام ما كنت في اولى جامعه، ف او ثالثه ثانوي كمان كنت جايباه كمان من مصروفي، ايام ما كان الدهب رخيص قوي. كان الدهب مش عارفه يا ولاد ب 30 جنيه ولا بكام. فكنت بحوش، يعني التحويش والحاجات دي بصوا بتجري في دمي كده من وانا لسه صغيره خالص. فكنت اقعد احوش من مصروفي واجيب حته دهب، اجيب لي خاتم، اجيب لي سلسله صغنطوطه، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اجيب لي حلق. ما جبتش غوايش، لا ما كنتش عندي القدره ان انا احوش لدرجه ان انا اجيب غويشه مثلا ب 300 جنيه ولا حاجه. ما كانت الغويشه ال 10 جرام اياميها ب 300 جنيه، ما هو الدهب كان ب 30 جنيه، انتوا متخيلين؟ فموضوع الدهب ده يعني انا بحبه من صغري، منذ نعومه اظافري زي ما بيقولوا كده. فتعالي اقول لك كده، لو نفسك في شويه دهب حلوين زي كده، حتى لو هم يعني على قد كده ومش كتير قوي، بس الحمد لله حلوين رضا. انا بقى نفسي كل ست الوقت بتتفرج عليا يبقى عندها شويه دهب، يستروها كده وايه، بامان. الدهب ده يا جماعه زي ما بيقولوا كده زينه وخزينه. اه والله زي ما بقول كده، اولا انت بتلبسيه كده بيبقى مزينك كده، وانت خارجه وانت رايحه مشوار مش عارف ايه، بتبقى حاسه ان انت لا يعني مش اي حد ماشي، مش اي حد يعني، لا مش تكبر والله ولا اي حاجه، بس يعني لا بتحسي ان انت كده ايه، مميزه بشويه الذهب بتوعك دول. تاني حاجه، انت لو اتزنقتي في اي وقت، اي وقت، سواء زنقه خير او زنقه لا قدر الله، اي ظروف حصلت، انت كده كده معاكي ايه، شويه فلوس كده حلوين حطهم في ايدك، فمش هتخسري حاجه. انت فاهمه قصدي؟ بالعكس الذهب كل يوم في الزياده. شايفين طبعا هو ده الذهب دلوقتي يعني راكب صاروخ وطالع يجري مش عارفه يروح فين. هو تقريبا كده رايح على حاجز ال 6000. هو دلوقتي ب 5200 وحاجه، يعني داخل على 5300 5400. الجرام، امال يعني الايه، امال يعني الكيلو. رنا بتقول لي الجرام، امال هيكون ايه يعني؟ فهو الدهب غالي يا جماعه وبيغلى، وفلوسه يعني ثمنه فيه. بالعكس انت بس مش مجرد ان انت بتشيلي فلوس وخلاص، لا، انت لو شلتي فلوس الفلوس قيمتها بتقل، الفلوس ملهاش قيمه اصلا، ملهاش قيمه. لكن الذهب قيمته بتزيد وبيغلى، وفلوسك دي كانك فاتحه مشروع، كانك عامله مشروع، ومشروعك ده ما بيخسرش ابدا. الدهب ده انا بعتبره دايما كده ان هو مشروع، والمشروع ده ما بيخسرش ابدا. مستحيل الذهب يخسر، مستحيل. هيخسر ازاي؟ هيرجع لل 300 جنيه؟ هيرجع لل 30 جنيه زي ايام التسعينات وال 2000؟ هيرجع حتى لل 3000 جنيه؟ ما اعتقدش، مستحيل. اذا الذهب امان كده، وتحس ان لا جميل. طيب احنا خلاص بقى خلصنا من موضوع الذهب، عايزين بقى نجيب ذهب، نعمل ايه؟ تعالي يا ست الكل هقولك. اقسم بالله اقسم بالله لو مشيتي زي ما انا بقولك كده وخدتيه اسلوب حياه، انت لا تلبسي دهب. هي كل الحكايه وكل الفكره ان انت بس تحطي اللايك الاول، وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس. وتعالي هقول لك بقى شويه الدهب دول انا جبتهم ازاي، وقد ايه قعدت احوش والم القرش على القرش والجنيه على الجنيه. طبعا انا ما يعني مش وانا قاعده كده جولي هديه ولا حد جابهم، لا ما فيش الكلام ده. دول انا طافحه الكوته فيهم وتعبانه فيهم، ولميت الجنيه على الجنيه والقرش على القرش، وبقيت احوش، وبقيت يعني ابقى نفسي في اي حاجه، نفسي في عبايه، نفسي في اكله، نفسي في شوكولاته، نفسي في شوز، نفسي الشنطه. لا بركن كل الكلام ده على جنب، لان كل الحاجات دي مش من اهتماماتي، يعني عادي متفرقش معايا. لكن كل اللي بيفرق معايا ان انا فعلا احوش واجيب لي ذهب. فبعمل ايه بقى؟ زي ما انت شايفه كده، بوفر بقى. توفير يا ولاد، التوفير في كل حاجه. هتقولي لي يعني هو شويه الحاجات اللي انت بتعمليهم دول هم اللي بيجيبوا ذهب، ولا القانون ان انت لا، دي حاجه من الحاجات، دي حاجه من الحاجات. وفي الفيديو هعرض معاكي كذا حاجه، يعني من اسلوب حياتي، من التوفير اللي انا ماشيه بيه، اللي بيوفر لي فلوس كتير جدا. طيب اول حاجه هنا انا عندي شويه فاصوليا بيضه، حوالي كيلو ونص فاصوليا. انا قلت يا بنت كل ما هتيجي تطبخي ربع كيلو هتفضلي تشغلي عليه الغاز ساعه، فشوفي انت بقى ايه كنت هتستهلكي غاز قد ايه عشان تسوي كميه الفاصوليا دي. قلت هاتيهم كده هيله بيله وسويهم كلهم مره واحده، وبعد ما الفاصوليا دي تبرد
اروح مصفيها من الميه بتاعتها، وبعد كده اكيسها واحطها في الفريزر. اجي عايزه اطبخ فاصوليا، اروح مطلعه كيس الفاصوليا واروح حاطاه في التسبيكه، وكان الله بالسر علينا. وفرنا ولا ما وفرناش؟ وفرنا. يعني غاز قد كده ولا ما وفرناش؟ وفرتي طبعا. وقيسي على كده كل حاجه، مش شرط الفاصوليا بس، الفول المدمس، اللحمه، الحاجات اللي هي بتاخد وقت على النار دي، هتعملي شويه بليله للعيال، كل الحاجات دي بتخلص لك الغاز، وبتخلي كارت الغاز يخلص، وبتخلي الانبوبه بتاعتك تخلص. فاحنا ليه اي حاجه انت تعرفي ان هي بتاخد وقت كتير على النار، اعملي لها كانون زي كده. والكانون ما بنتوش ولا حاجه، ده طوبتين حجرين حطيتهم. واديكي شايفه الزباله بتاعت البيت، انا ما برميش حاجه، انا ما برميش اي حاجه نهائي. بروح واخده، عارفين حتى بتاع القش اللي هو بتاع العيدان بتاعت الملوخيه دي، انا باخدها وبحطها تنشف وبستعملها كوقود اهي زي ما انتوا شفتوا. كراتين البيض، عيدان الملوخيه، قشر الثوم، قشر البصل، الورق، الكراريس، كل حاجه، كل حاجه بروح مجمعاها كده زي ما انت شايفه. ودي هي دي الوقود بتاعي، وهي دي الحطب بتاعي اللي انا بشغل بيه القانون. وحاجات كانت ممكن تترمي في الزباله وما استفدش منها خالص، لا انا احب اجيبها كده واستفيد منها واعمل بيها زي ما انت شايفه كده. ماشي، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، فكره ان الفاصوليا نفسها انت تعمليها كده وتروحي حطاها في الفريزر، دي على فكره بتوفر معاكي وقت ومجهود. مش بتوفر معاكي فلوس، هي ما انت خلاص اشتريتي الفاصوليا بمبلغ مثلا، فهي كده كده نفس الفلوس، بس بتوفر لك وقت ومجهود. انت اولى بالوقت ده وانت اولى بالمجهود ده، صح ولا انا غلطانه؟ ماشي. طيب هو الموضوع كانون متعب شويه وبيخنق، طبعا بيخنق حبتين، بس عادي عادي، احنا ما لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. صليتوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قولي معايا الأدعية دي، كرري معايا الأدعية الجميلة دي. ماشي ماشي يا قمر. هنا انا عايزه اقولك انا بحب قوي، يعني بصي اقولك على حاجه، مفيش حد في الدنيا بيعمل حاجه ما بيحبهاش. انا بحب قوي اللي انا بعمله ده، ومؤمنه جدا باللي انا بعمله ده، ومقتنعه جدا 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 باللي انا بعمله ده. وبحب اي حاجه بسيطه واي حاجه من بتاعه زمان والكانون. ونفسي نفسي ومنى عيني الاقي حد يبني لي فرن بلدي. اه والله العظيم نفسي قوي حد يجي يبني لي فرن بلدي. وان شاء الله هبني، ان شاء الله هبني لي فرن بلدي كده، وابني لي كانون، ويبقى ايه، ارجع بقى للحياه القديمه بتاعت زمان، ايام بقى ستي وستك، وايام الخير بتاع زمان الجميله اللي ما تتعوضش فعلا. انا احب الحياه دي جدا بصراحه، اهو زي ما انت شايفه كده بالظبط. طبعا في حاجات بتمشي كده وحاجات بتسرح تحت الزباله دي بس هنعمل ايه بقى، اللي بيسموها ايه، لاجل الورد ينسقي العليه، هو كده بالظبط. او زي ما بيقولوا كده، مفيش حلاوه من غير نار، فهي دي النار بالظبط. اكتر حاجه بقى بتشعلل بتاع الكانون كده هما حاجتين، اكتر حاجتين، العيدان بتاعه الملوخيه وقشر القصب. مش قشر القصب اللي هو القصب يعني، مخلفات القصب. كنت انا جايبه كميه قصب قبل كده، وبعد ما خلاص العيال كلوهم بالهنا وشفا، مصوم يعني بالهنا وشفا. الحاجات بقى اللي بتتبقى منه دي بتبصوا بتخلي الكانون بتاعي زي ما انت شايفه كده. اللهم اجرنا يا رب من نار جهنم يا رب. وطول ما انا قاعده بقى بسبح ربنا وبستغفر وبقول سبحان الله وبقول الله اكبر وبقول استغفر الله وبصلي على رسول الله. وطول ما انا قاعده بستفيد من وقتي، وبستفيد برضو ان انا ما اضيعش وقتي كله كده في الاكل وفي الشرب وفي التنظيف وفي معرفش ايه. لا، لازم لساننا برضو كده يبقى عمران بذكر الله. هنا كان نفسي بقى اتكتم طبعا، لان خلاص النار طفيت، انا قريت عليها، قريت على نفسي. احاول بقى اكنس كده وانضف في المكان و... ونستفيد من الحاجات دي بدل ما تترمي. صح يا جماعه ولا انا غلطانه؟ وهقول لك برضو في الفيديو انا بعمل ايه تاني يوفر معايا كتير قوي. كل الحاجات اللي انا بوفرها دي، جنيه على الجنيه، 100 على المية، 1000 على الألف، هتلاقي نفسك معاكي مبلغ حلو تروحي تجيبي بيه حته دهب.
هنا انا بعمل ايه تاني؟ عارفين الازايز البلاستيك بتاعت الزيت، ازايز الحاجه الساقعه، الحاجات الكنزة للعيال بيجيبوه، برطمانات الطحينه والحاجات دي، اي حاجه بلاستيك انا ما برميهاش، بروح ماسكه شوال زي اللي انت شايفاه كده، وببدا اعبي الحاجات البلاستيك دي في الشوال. يقوم الراجل بتاع الروبابيكيا لما بيجي بيشتري بقى الحاجات دي، بيشتريها، بتعمل معاكي برضو مبلغ، انت بتحوشيهم مثلا بيعملوا معاكي شوال شوالين ثلاثه. انا هنا محوشه بتاع 4 تشوال مليانين ازايز، على كنز، على علب، على برطمانات بلاستيك، على كراتين بيض، حتى كراتين البيض والله بياخدوها بيشتروها، والكراريس والكتب بتاعت العيال برضو بيشتروها، بلاستيكات مكسره برضو بيشتروها، اي حاجه، اي حاجه بلمها واروح حطها على جنب كده، بروح بيعها اللي بتاع روبابيكيا، وبتنفع معايا وبتسد. باجي اخر الشهر ما بيبقاش معايا فلوس يا جماعه، فانا ببقى مخليه البلاستيكات دي لاخر الشهر، بتبقى الدنيا مزنقه معايا على الاخر، فبروح بيعاهم واجيب بيهم شويه فاكهه للعيال، انزل بيهم السوق اجيب بيهم شويه خضار، اجيب بيهم كرتونه بيض، اجيب بيهم ازازه زيت، بينفعوا اي حاجه، 3 كيلو رز، 3 كيلو مكرونه، واحط واركن عندي في البيت. الحاجات دي بقى بتنفع والله العظيم يا جماعه جدا، وبتفرق جدا جدا جدا. هتقولي دي حاجات بسيطه، لا 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 لا، ما تستصغريش اي حاجه، وما تقوليش دي حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه دي حاجه بسيطه على حاجه بسيطه تبقى حاجه كبيره. اعملي بس زي ما انا بعمل كده وهتدعي لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب احنا كده ذكرنا في الفيديو حاجتين اهو من الحاجات اللي انا بوفر بيهم، الكانون والزباله اللي بتترمي في الزباله دي، وان احنا نقدر نوفر بيها. تاني حاجه الحاجات البلاستيك والكراتين وكرتونه البيض والازاز البلاستيك وازاز الكنز، وكل الحاجات دي تقدري ان انت تحوشيها وتبيعيها. طيب ايه تاني؟ هوريكي برضو حاجات تانية في الفيديو، بس كملي بس معايا الفيديو للنهايه. هقولك حوالي 5 حاجات تانيين تقدري توفري بيهم. وطبعا انا عندي افكار رهيبه، افكار رهيبه للتوفير كتير جدا، بس انا في الفيديو هذكر لك ايه كذا حاجه كده، وان شاء الله في فيديو تاني نبقى نذكر برضو حاجات مختلفه وهكذا.
جوزي عمال يقول لي هجيب حد ينظف بقى الحته دي. قلت له لا، ما تجيبش حد، انا شويه شويه كده كل يوم هلقط كده فيها شويه شويه لحد ما اخليها لك زي الفل ان شاء الله باذن الله. حاجة برضو من الحاجات اللي نقدر نوفر منها الزيت يا جماعة. الزيت المستعمل انا ما برميهوش، بحوشه في ازايز زي اللي هوريها لك كده، وبعمل بيه بقى صابون بلدي تحفة. الصابون البلدي ده بغسل بيه السجاد، اغسل بيه الحيطان، اغسل بيه الهدوم، اغسل بيه المواعين، بتاع كله. ايه تاني برضو المخللات، انا ما بشتريش مخلل ابدا يا جماعة، بجيب كمية اي حاجة انا عايزة اخللها واخللها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عدوا معايا ايه تاني يا جماعة. الزيت اهو زي ما بقولك كده، الزيت المستعمل بحوشه كده في ازايز، وهي طبعا مليانه تراب لان انا بحوشه يعني على فترات، بقعد احوش احوش كده، وبعد كده اروح ماسكاهم عاملاها بهم صابون. ايه تاني، ادي الفاصوليا على النار. العيش برضو اللي بيتبقى من عندنا، العيش الناشف ما برموهوش طبعا، في غيري ممكن يكون بيرميه في الزباله. اوعي ترمي لقمه، اوعي ترمي لقمه عيش في الزباله، جمعيه ونشفيه كده زي ما انا بعمل، وعبيه في شويله. ويا اما لو عندك طيور يبقى للطيور، يا اما لو ما عندكيش طيور بيعيه، بيتباع عندنا هنا الكيلو ب10 وب12. انت وشطارتك بقى بيعيه، وانت اولى بالفلوس دي. انا الحمد لله عندي كميه عيش مهوله، يعني عندي حوالي 7 تشويل عيش، عشان ما كانش عندي طيور الفتره اللي فاتت. فان شاء الله باذن الله هجيب، وكل العيش ده هيتنسف نسف يعني. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين يا رب. اهو بجمع العيش ومش برميه، بلمه كده باللقمة باللقمة كده، ما بفرطش في لقمة واحدة. اهو يا جماعه، اوعي اوعي تفرطي في اي حاجه، صدقيني والله العظيم حاجات بسيطه كده بس تحوشي الحاجه على الحاجه، هتلاقي نفسك معاكي مبلغ. وحطي في دماغك، وخلي بالك احنا كستات لما بنحط حاجه في دماغنا بنعملها، يعني بنستعين بالله كده وبنعملها ان شاء الله. فانت اي حاجه حطيها في دماغك واسعي ليها، واجتهدي واشتغلي واعملي كده واتعبي علشان تحققيها. ايه تاني من الحاجات اللي بوفر بيها، بجيب اللبن يا جماعه، حتى لو كان مجمد زي كده بروح حاطاه في الحله، ولما يفك خالص بعمل منه جبنه وزبده وقشطه. وهنا البطاطا اهي. ايه تاني، حاجات كتير قوي تقدري توفري في كل حاجه في حياتك. هنا برضو بربي في ارانب، بربي فراخ، بربي بط، علشان كل ده برضو بيوفر معايا. اهو بصي اهو، بستغل كل حاجه في حياتي، كل حاجه بستغلها. ادي الفراخ بتوعي عسل اهو، امارات ما شاء الله. هما لسه ما بقوش فراخ، هما لسه كتاكيت، بس ان شاء الله باذن الله يبقوا فراخ.